انا قبل الجواز كان عندي عيب خطير جدا. انا كنت طول عمري بنت ومدلعه وكل حاجه، بس كان عندي عيب بقى خطير جدا، ان انا كنت عامله نفسي من جوايا ولد. يعني ايه عامله نفسي من جوايا ولد؟ يعني انا حاسه من جوايا من قراره نفسي ان انا الولاد واخدين يعني priorities في حاجات كتير، واخدين رايتس اولويات، واخدين حقوق في حاجات كتير جدا، فليه ما بقاش ولد؟ فكنت بمشي مشيتهم كمان عشان ما حدش يخاف، ما حدش قصدي يتجرأ يجي جنبي. كنت بمشي مشيتهم، اتكلم زي كلامهم، اهزر هزارهم، فاكره ان دي حاجه ايه حلوه. يعني كنت فاكره كده ان انا بقى مختلفه، وان انا بقى بعيدا عن دايره البنات والصحاب وحوارات القلنا والقال. وانا طول عمري احبش ابدا ابدا حوارات البنات دي. كنت يعني اقسم بالله ما بحبش اصاحب البنات من كتر حواراتها. وبعدين اكتشفت ان البنات الطف الكائنات والله العظيم. يعني في حاجات انا ما اهملتش فيها نفسي بصراحه، بس بناء على تعليمات من امي. ولكن في حاجات انا اهملت فيها نفسي ادركتها متاخر شويه، زي الميك اب. انا كنت طول عمري ما اعرفش يعني ايه ميك اب اصلا. يعني ما كنتش من البنات اللي بهتم بالايلاينر والماسكارا والمش مش جوي، مش انا اللي لفت انتباهي اصلا بالحوار ده ان انا مره كنت ماشيه، جوزي كان لسه خطيبي بقى، كان بيوصلني تحت البيت وانا طالعه قدامه، واقف يا عيني يبص عليا وانا طالعه علشان يتاكد ان انا في امان. فانا ماشيه عامله كده انت ماشيه كده ليه؟ بكلمه تليفون. انت ماشيه كده ليه؟ احنا كنا ساعتها راجعين من فرح، والساعه 11 تقريبا بالليل، فراجعه لابسه فستان سواريه وشكلي قمر وموزه وبتاع، وماشيه عامله كده. فانت ماشيه كده ليه؟ قلت له على افترض في حد ماشي ورايا عاكسني، عامل لي عازم يحس ان انا واو كده. غربت وقتها واتضايقت ونكدت عليه، عشان ابقى صريحه برضو احبش ابدا انكر مجهوداتي في النكد، احبهاش ابدا. بس اكتشفت لما ركزت في كلامه ان هو عنده حق، وان انا فعلا ليه بعمل كده. فبعديها ابتديت ان انا اهتم اقرا في حاجات الميك اب. اي نعم لحد دلوقتي لسه فاشله فيه، بس بحاول اتعلم. مش عيب لما حاجه تسقط مننا نحاول فيها، مش عيب. انا النهارده جايه اقولك ازاي تهتمي بنفسك بابسط الحاجات في بيتك من غير ما تبذلي اي مجهود. انا كل اللي عايزاه منك ماسك واحد في الاسبوع. هتقولي لي واحد بس يا شهي؟ دي البنات هاريه نفسها كل 3 ايام وكل يومين ماسك. اقولك مالناش دعوه. الاهتمام زياده عن اللزوم مش صح، والاهمال زياده عن اللزوم مش صح. خلينا في الوسط. بحط دلوقتي زيت خردل على شعري، معلقه زيت خردل على معلقه زيت زيتون على النار مع معلقه سكر بنفس المقدار، معلقه معلقه معلقه، واقوم حطاهم في الكنكه لحد ما يكرمل، واقوم حطاه على شعري. تمام. واحطه دلوقتي على الفروه وهوريكم. الماسك ده بقى بيعمل ايه؟ اولا بيساعد شعرنا ان هو ما يتقصفش، وبيفرد شعرنا، وبيطول جدا جدا شعرنا. الخردل من الحاجات اللي بتطول الشعر جدا، زيت الخردل. وعايزه اقولك على حاجه، ان هو غالي بس ثمنه منه فيه والله العظيم. يعني حتى لو جبتيه لوحده من اي عطار هتلاقيه غالي، مش رخيص. وده الشعر اللي بيقع مني، انا هفضل ورا نفسي لحد ما فيش شعرايه تقع ان شاء الله. هو صعب كده كده بمعدل الشعر الطبيعي في اليوم من 40 ل 100 شعره. يعني ماسك واحد في الاسبوع. عايزاكي ترطبي شعرك مره واحده في اليوم. لو شعرك دهني يبقى مره يوم يوم لا، يوم لا، خلاص. عايزاكي والله بكلمك بامانه، عايزاكي ما تشغليش بالك بالاهتمام زيادة عن اللزوم، بس ما تهمليش نفسك. ايدك عنوانك، عنوان انوثتك ايدك. فموضوع ضوافرك ده مش لازم تربيها تبقي شبهي كده امانه الغوله، عشان بعتبر نفسي امانه الغوله. مش لازم تبقي كده، بس على الاقل يبقى ايدك انثويه ناعمه. فاهمه قصدي؟ حتى لو من غير ضوافر، في بنات كتير ما عندهاش ضوافر في ايديها وما شاء الله ايديهم تحس ان هي فلافي كده وحلوه قوي. في حاجات كتيره اهالينا كانوا بيعملوها زمان في البيت، زي الجاز. وانا عارفه ناس تطلع تقول لي ياكي جاز يا شيخ، اقول لك جاز. انا كنت ياكي طول حياتي لحد ما جربت وعرفت ان هو سحر حرفيا. والسمنه البلدي، انا عارفه ان انا بقوله ده الناس هتدخل ترجع عندي، بس والله العظيم سحر. كانت ماما لما تقولي كده اقول لها ماما ايه القرف ده. واول مره في حياتي سمعت عن النخاع كان من الست اللي بتساعدنا في البيت. قالت لي انا هجيب لك مواسير واعملها لك وطلع لك النخاع. قلت لها لا 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 ايه القرف ده؟ طبعا ما احطش البقره ولا خروف، لا 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 ما احطش الكلام ده على شعري. دلوقتي بقيت ماشيه بالنخاع في حياتي. انا بقى عشان الناس
اللي كل شويه تسالني في الكومنتس شاي شعرك اتغير، شعرك حلو، انت بقيتي بتعملي ايه في شعرك؟ كل الموضوع يا جماعه ان هو بقى مفرود، فبين لكم ان هو حلو وملمس شكله سوري بيلمع. عشان بقيت بعمل حمام الخردل كل مره قبل الشاور اهو، واقوم مضيقاه من هنا، وشي مش باين من البرو كاب ده. الخردل ده بيتعمل حمام زيت مره واحده بس في الاسبوع، او مره كل 4 ايام على حسب الكورس اللي انت ماشيه عليه. انا حاليا عشان شعري بيتساقط قلت لكم قبل كده، فماشيه على كورس النخاع والخلطه والخردل. فبعمل كل ايه، بعمل كل 5 ايام تقريبا، 4 ايام تقريبا. البرو كاب ده بقى بيساعد الماسك ان هو يتشرب في فروه الراس ويسخنه ويفرد الشعرايه كده حلو قوي. المهم اعملي الخردل ده مره واحده بس في الاسبوع عشان تتقلي تطولي وتنعمي وتفردي شعرك. النخاع هتلاقي فيه فيديو ليا بتكلم فيه عن النخاع وازاي عاملاه بالظبط، والخلطه السحريه كذلك انا بعملهم الاثنين في حمام زيت واحد. فانت ممكن تعملي حمام زيت كل 4-5 ايام مره في الاسبوع. حمام سوري ماسك على البشره خيار وزبادي بس مره واحده في الاسبوع. ايش تنظيف البشره ده؟ عشان لما نفتح المسام بنأذي نفسنا ان احنا ما بنقفلهاش كويس مهما كنا في كلينيك مور ذان بروفيشنال. انا اكتر حاجه اذت لي بشرتي وظهر الحبوب في بشرتي بعديها تنظيف البشره. طيب بلاش الشفرات على وشنا الا في الحاجات اللي هي ايه الارجنت، يعني خلاص انت مستعجله قوي. حاولي انك تعملي تشقير او فتله. تقولي لي التشقير يا شاي الدكاتره قالوا ان هو بيشوه الوش والله انا دكاتره هم اللي قايلين لي استخدمه، عشان انا بشرتي حساسه قالوا لي بلاش تعملي اي حاجه غير التشقير. والفتله دي مثلا ممكن مره في الشهر، مره كل شهر ونص. لوشن على طول في ايدك، على طول في لوشن في ايدك، زيت في ايدك. انا عامله على طول عندي زيت الارجان، برطب جسمي مثلا كده يعتبر 4 مرات في الاسبوع. انا اصلا بشره دهنيه بايه زيت الارجان، ممكن تستبدليه بزبده الشيا ده علشان الاسترتش ماركس وعشان ترطيب الجسم وعشان التفتيح وعشان بيخلي الجسم كده ملمس والله العظيم زريبو زحليقه حرفيا. حاولي المخمريه على طول تبقى برضو في شنطتك، حته كده حته كده حته كده حته كده على طول تبقى ريحتك حلوه. مزيل العرق اوعي ابدا تنزلي من غير ما تحطي مزيل عرق، حتى لو ما حطيتيش برفيوم مش مشكله، المهم مزيل العرق. في حاجات تتعمل في بيتنا والله العظيم. انا قلت المخمريه ازاي بتتعمل في البيت، وقلت البادي سبلاش ازاي بيتعمل في البيت، وقلت البادي لوشن طلعت قلته مره في لايف، بس هطلع لكم بفيديو تاني اعمله لكم يعني. في حاجات كتير. قولوا لي انتوا عايزين اعلمكم تعملوا ايه في بيتكم واعلمكم، مش شرط تشتروا. عايزين تشتروا منتجاتي موجوده ومنتجات ناس كتير قوي حلوه. في براندز طلعت منافسه ليا كتير لذيذه وجربتها انا بنفسي بجد، حاجات ما شاء الله تحفه يعني. قولي لي بقى انت نفسك في ايه وانا احققه لك. انا هخلص ده اقعد بيه ايه نص ساعه كده او ايه ساعه، افتح واقفل في الحراره افتح واقفل في الحراره، وبعدين اقوم شايله البرو كاب. لو ما عندكيش برو كاب في بيتك اربطي قمطه قطن وسخني كده فروه راسك لمده 2 ساعتين وبعدين اغسلي. انا هغسل شعري بالشامبو والكونديشنر الحمام كريم بتاعي، بعد كده هرطب شعري بزيت الارجان. بعد ما رطبت شعري هربط التوكه الستان وهلبس البونيه الستان. شعري انا لما بغسله او ببقى نايمه حاسه ان هو مش احسن حالاته بقوم حاطه نايمه بالبونيه الستان عشان احافظ على شعري من التقطيع والتقصف. وتوكه الستان ما بتخلاش عنها. والحاجات دي ممكن تجيبي، اقول لك ازاي تجيبي الامطار وتعمليها في بيتك. هعمل لكم فيديو ازاي تعملوها في بيتكم، مش شرط تشتروها، سهلين جدا يتعملوا على الايد كمان، مش لازم مكنه اصلا خياطه. الفوط بقى المايكرو فايبر دي انتوا هتشتروها مفيش مجال يعني، لان هي اللي بتنقذ الشعر حقيقي وهي انضف حاجه للشعر. الملمس الفوطه العاديه بيقطع الشعر، وعن تجربه فرق معايا ملمس المايكرو فايبر، فوط المايكرو فايبر 180 درجه. انا ببيعها عندي بس بتتباع في اماكن تانية كتير جدا، ممكن تشتروها من اي حته. قولوا لي نفسكم في ايه وانا هعمله لكم يعني عيوني.